في مباراة بعنوان أداء بدون نتيجة، الأهلي بيتعادل سلبيا مع المصري بتغييرات غريبة. بتعادل مخيب للأمال، الأهلي بيفقد نقطتين في سباق الدوري في ماتش الأهلي خلق فيه أكتر من 20 فرصة مقابل فرصة واحدة للنادي المصري. والماتش ده الشوط الأولاني ما اختلفش كتير عن الشوط الثاني غير في التبديلات والتفنن في إضاعة الفرص. الأهلي أهدر النهارده فرصة فوز كبير على المصري. المباراة ممكن ما نتكلمش فيها فنيا بشكل كبير عن الاداء فريقه كله، لكن ممكن نتكلم فيها عن كل لاعب لوحده. لان الشوط الاول بدا الاهلي ضاغط وخلق اكتر من فرصه، ولكن ضيع هدفين من جراديشيار. والشوط الثاني كذلك برضه الاهلي ضغط وضيع ضربه جزاء وفرصه من محمد عبد الله، وكان في فرصه من تسديده لياسر ابراهيم. بس لو جينا نتكلم عن كل لاعب لوحده فهنبدا من عند الشناوي اللي النهارده لم يعتبر في اي كوره الا في كوره واحده كانت اوفسايد كان ممكن يتسبب منها ضربه جزاء. هنيجي نتكلم على قلبين الدفاع النهارده عملوا ماتش كبير في الكور الطويله اذا كان ياسر او ياسين. لو جينا نتكلم عن محمد هاني اللي اداؤه النهارده اقل من الماتشات اللي فاتت بشكل كبير، وان عرضياته كانت اقل وانطلاقاته من ناحيه اليمين كانت اقل عن الماتشين اللي فاتوا. وبالنسبه لاحمد نبيل كوكا اللي مفيش انتاجيه لا من ناحيه الشمال ولا حتى من قلب الملعب، ممكن في كره واحده عملها كره طويله لما اتغير ونزل لقلب الملعب مكان ديانج، لكن في التوتال كوكا خلاص لعيب بلا انتاجيه وحرام ياخد مكان اساسي في النادي الاهلي. نيجي لنص الملعب نتكلم على مروان عطيه اللي ما بيلعبش ولا كوره لقدام، كل شغلته ان هو بقى بياخد الكوره ويبصيها لاقرب واحد ليه اذا كان ورا او قدام او على اليمين او على الشمال. ونيجي لديانج اللي النهارده ممكن يكون قدم مباراه احسن من الماتشات اللي فاتت كتير. كان عنده انطلاقات في مساحات كانت بتتوفر في ناحيه اليمين بسبب زيزو وطاهر كان بيسيبوا له مساحه يتقدم فيها، وقدر يصنع فرصه خطيره لجراديشيار اللي حطها في العارضه ويتالق فيها الحارس محمود حمدي. ولو جينا نتكلم عن طاهر اللي هو سلبي جدا من غير انتاجيه، مش موجود في الملعب، مفيش غير كره واحده عدى فيها وشاطها بره. ولو جينا برده لتريزيجيه النهارده كانش باين خالص، مفيش، ما بيعديش واحد على واحد، ما بيخلقش فرص، كل قرار بيفكر بشكل فردي بس. ونيجي نتكلم على زيزو اللي هو النهارده كان بيحاول ولكن بدون اي فايده، كان بياخد الكره ويجري يجري يجري من غير اي انتاجيه بشكل كبير، لكن لعب عرضيات مؤثره. لكن بنتكلم كتوتال زيزو النهارده ما عملش اللي انت مستنيه منه، وكمان يضيع ضربه جزاء. هنقول سوء توفيق في الاخر جت في العارضه برده. ونيجي نتكلم عن الجراديشيار اللي جات له 5 فرص نكلمه في 2 منهم اللي هي انفراد وشالها محمود حمدي، والكره الثانيه اللي حطها في العارضه، لكن الكره اللي عملها باكورد ماشي دي بتبقى حظ، والكورتين اللي كانوا بالراس. من الشوط الثاني طلع طاهر ودي كانت تبديله صح جدا من تروب، وينزل احمد عبد القادر اللي كان اناني شويه النهارده ولكن فارق كتير عن تريزيجيه وعن زيزو وعن طاهر محمد طاهر. وتيجي في الدقيقه 65 تبديله منطقيه جدا بخروج تريزيجيه ونزول بن شرقي. زي ما قلت لك ان تريزيجيه كانش موجود النهارده خالص، نزل بن شرقي يمكن كان شكله احسن من تريزيجيه بس الفرق ما كانش كبير بشكل ملحوظ. وبرده كان في الدقيقه 65 تبديله بخروج اليو ديانج، وده كان تغيير غريب، اول تغيير غريب في الماتش بخروج اليو ديانج ونزول محمد شكري. المفروض كان يخرج كوكا ويخلي ديانج زي ما هو، شكري كان ينزل يلعب كباك شمال، لانك خسرت في الماتش ده انطلاقات ديانج اللي كانت مشكله شويه خطوره من القلب. تيجي الدقيقه 78 بتغييره غريبه برده ثانيه، بتخرج المهاجم الوحيد اللي عندك اللي هو جراديشيار وتنزل محمد عبد الله وقت انت متعادل فيه ومحتاج تجيب جول. يعني خلاص اخر 12 دقيقه انت بتطلع المهاجم بتاعك ونازل جناح، طلع كوكا وكنت تنزل مكانه محمد عبد الله، كان الموضوع يبقى شكله يفرق معاك اكتر وانت رايح جول. لان المصري النهارده كانش ليه اي خطوره هجوميه، وجاي يعدل التبديله اللي عملها بخرج كوكا ونزل قفشه. وكده كده قفشه بقاش موجود بالنسبه لنا كده كلنا في النادي الاهلي، بقى لاعب سلبي بيفكر في نفسه ويفكر في اللقطه وبس. محمد عبد الله اتاحت له فرصه لو كان سابها بن شرقي كانت ممكن تبقى جول، وكان برده كان في تسديده لياسر ابراهيم في الاخر، ويجي البلانتي في الدقيقه 94 وللاسف سوء توفيق لزيزو وتيجي في القائم الشمال، وينتهي الماتش بالتعادل السلبي والتعادل الثاني على التوالي للنادي الاهلي، وبيخسر نقطتين في سباق الصداره بتاعه الدوري ويبقى في المركز الثاني فرق 3 نقط عن سيراميكا. واللي بيراميدز النهارده يكسب والزمالك يكسب ويقربوا منك بفرق 3 نقط، ويبقى فاضل لك يوم الخميس ماتش سيراميكا اللي لو لعبت نفس الاداء ممكن تكسب، لكن لو فضلت بتضيع نفس الفرص مش هتكسب قدام سيراميكا. وصلني يعني.